يعني ما لقيت الا مورينيو تارك كل المدربين ومختار هالفاشل، اكيد ما بينجح. طبعا هذا كلام بعض مشجعين ريال مدريد وبعض مشجعين الانديه. تعالي عزيزي نسال صدق، ليش بيريز اختار مورينيو مدربا بشكل رسمي؟ انا بقول لك، اولا لان بيريز يبي رجل يضبط الفوضى. بيريز احيانا ما يدور مدرب يعطيك افكار حلوه وبس، يدور واحد يدخل النادي والكل يحسب الحساب. بمعنى اوضح، وما كان يبي مدرب، يبي رجل ازمات، خصوصا مع الكلام عن موسم مرتبك وصفري وتغييرات وضغط كبير حول الفريق. رقم اثنين، اختار مورينيو لان مورينيو يعرف مدريد زين. مورينيو مو اسم جديد على ريال مدريد، وهو يعرف النادي ويعرف الاعلام ويعرف الضغط ويعرف شلون يتعامل مع غرفة ملابس ثقيلة مثل ريال مدريد. يعني بيريز ممكن نشوف انه هذا مو وقت تجربة جديدة، هذا وقت واحد فاهم المكان من اول يوم. رقم ثلاثة، لأن شخصية مورينيو هذه الشخصية ما تخاف من النار. في مدربين يحبون يشتغلون بهدوء، مورينيو العكس، وهو أصلا يحب يدخل في وقت الزحمة، وقت المشاكل، وقت الناس تتكلم. مورينيو لعبته هذه الأشياء، وبالأخص أن مدريد يحتاج اسم كبير في غرفة الملابس على لاعبين يشوفون روحهم أنهم ساعات أكبر من المدرب، فياب لهم واحد لسانه طويل، لسانه يحرجك قدام الناس وقدام الإعلام. ولذلك أنت قل لي، هل تتوقع أن مورينيو ممكن ينجح مع ريال مدريد ولا لا؟ اكتب لي في التعليقات.